رقم واحد، لإنك ما بتحبش نفسك وما بتقدرش نفسك بشكل كويس، وده بيخليك تبقى مش واثق في نفسك وتبقى خايف وقلقان إن الشخص التاني يسيبك، فما بتديش لنفسك فرصة تعرف الشخص ده كويس. علشان كده لازم حب الذات، لازم أول حاجة تتعلمها إنك تحب ذاتك، يعني تتعلم تحب نفسك، ما بقولكش تبقى أناني، ولكن تتعلم تحب نفسك وتقدرها بشكل كويس. وفي فيديوهات أنا كنت اتكلمت فيها عن إزاي تحب نفسك تقدر تراجعها وتشوفها. رقم اتنين، خليك صريح مع نفسك قبل ما تكون صريح مع الطرف التاني. الطرف التاني اللي بيدخل معاك في العلاقة، وانت كمان لازم تتقبل نفسك زي ما هي. يعني ما تجملش في نفسك كتير علشان الطرف التاني يقبلك ويحبك، لانه خلي بالك بعد فترة من الوقت هتبتدي صفاتك الحقيقية تظهر عليك، لان الطبع بيغلب التطبع. وتلاقي محاولاتك لتجميل نفسك فشلت، فطبيعي هتلاقي ان العلاقة فشلت وبقت علاقة توكسيك. فخليك دايما واضح وصريح، تقدر تجذب اشخاص زيك صريحين واضحين. رقم 3، كون واقعي وخليك منطقي، واعرف انه الناس فيها عيوب زي ما انت برضو فيك عيوب. يعني مثلا تلاقي شخص كويس جدا ومحترم جدا معاك، ولكنه مثلا شخص اسمر شويه، او طويل، شخص طويل شويه، او شخص قصير شويه. فحط في اعتباراتك ان مفيش حد كامل في كل التفاصيل. وخلي بالك ان اللي بيحاول دايما انه يظهر قدامك انه شخصيته جميله جدا ومفهوش اي عيوب، ده شخص مش صريح معاك، لان مفيش حد كامل اصلا. رقم 4، من ضمن الأسباب احتمال إنك تكون بتخاف تبقى لوحدك. ما أقصدش يعني إنك تبقى قاعد في أوضة ضلمة لوحدك، لأ، خايف إنك تبقى عايش في الحياة لوحدك. طبيعة شخصيتك عايز يبقى في حد في حياتك باستمرار، فبتدخل علاقات متسرع من غير ما بتعرف إذا كان الطرف التاني اللي معاك ده مناسب ليك فعلا ولا لأ. فبتلاقي نفسك برضو بتخرج منها بسرعة زي ما دخلتها بسرعة، وما بتديش نفسك فرصة تفكر ولا تفهم أبعاد العلاقة، وبتتسرع تاني وتفضل بنفس الوضع علشان خايف تعيش لوحدك بدون علاقات أو بدون حد في حياتك. وبالتالي أنت كده عمال تقرر الدخول في علاقات غلط كتير، وطبيعي كده إنك بتجذب الشخصيات الغلط.